كيبدا الفيلم مع ليام اللي وقعت ليه قصيدة غريبة، وملي فاق لقى راسو فقد الذاكرة. ناض كيدور في البلاصة ديال الحادثة وسط الغابة، وبقى غادي كيتمشى حتى وصل للطريق الكبيرة باش يلقى شي حد يعاونو. وشاف واحد الطوموبيلة جاية لجهتو وبدا كيشير للسائق باش يوقف، ولكن الطوموبيلة ما وقفاتش وكان غادي يضربو. لولا ان ليام نقص في اخر لحظة، مشى ليام كيجري عند الطوموبيلة باش يشوف هاد السائق المسطي مالو باغي يقتلو. ولكن الصدمة هي ملي حل الباب لقاه اللي كانت صايغة مرا ميتة وعينيها بايضين كاملين. ليام عيط دغيا على البوليس، ولكن ملي سولو على سميتو ما عرفش يجاوب حيت الذاكرة مشات ليه. جبات لاكارت ديالو من البزدام وعرف سميتو ليام. في هاد اللحظة لاحظ بلي حتى الطيور كيطيحوا من السما ميتين فوق منو. تخلع وبدا كيجري وهو خايف، وبقى كيجري حتى وصل لواحد الريستورا. دخل ليها ولقى كاع الكليان والخدامين تما وعينيهم بايضين. ليام شك بلي كاين شي فيروس ولا التسمم في الهواء، داكشي علاش غطاه نيفو وفمو بالطرف ديال التوب وهرب من تما. وتفكر العنوان ديال دارو من البيرمي اللي عنده مشى ليها. هرس الباب ودخل حيت ما عرف فين تسوارت، وبالزربه بدا كيسد الشراجم والبيبان بالسكوتش باش الهواء المسموم ما يدخلش لعندو. وهو في الدار سمع الصوت ديال واحد الطراكس قريب، وطال من الشرجم باش يحضر السائق، ولكن السائق ما سمعوش، غير قرب منه ومات السائق في البلاصه وتحولوا عينيه بايضين. وهنايا ليام بدا كيشك بلي القضيه ماشي في الهواء، وقرر يدير التجربه. خرج من دارو وهو مغطي فمو، قرب من واحد الطير كان فوق الشجره، غير قرب منه مات الطير وتحولوا عينيه. تما فهم ليام الحقيقه المره، هو اللي كيقتل كاع الناس اللي كيقربوا منه، والهواء ما فيه والو والمشكله فيه هو. بدا كيجري باش يبعد على البشر وينقذ حياتهم. مشى تخباه في واحد الفيرما معزوله، والبوليس بداو كيقلبوا عليه حيت شكوا فيه هو اللي قتل كاع دوك الناس، وهو كيهرب منهم باش ما يقتلهمش بلا ما يقصد. وشويه واحد البوليسيه جايه عنده، ولكن اللي حسن الحظ ديالها طاحوا شي طيور من الفوق وماتوا وهي تهرب. اللي طاح الليل سمع الدق في الباب ديال الفيرما، بدا كيغوت على اللي برا باش يهرب دغيا، ولكن وقعت حاجه ما كانتش في الحساب. واحد البنت قربات منه بزاف وما وقع عليها والو. ليام تخلع بقى كيشوف فيها، ولقى بلي حتى هي كانت قريبه من البلاصه فين وقعت ليه قصيده في البدايه، وحتى هي فقدات الذاكره بحالو. وبقى ليام مصدوم كيفاش هاد البنت بقات عايشه رغم انها قريبه منه بزاف. وزيد على هاد الشيء ليام لقى واحد الكلب حداه وبقى عايش ما وقع عليه والو. تما قرر هو وهاد البنت يرجعوا للبلاصه فين وقعت القصيده باش يلقاو شي جواب لداك الشيء اللي طاري. البنت قالت ليه عيط عليها جين، حيت حتى هي ما عقلاش على سميتها الحقيقيه. ملي وصلوا لقاو الارض محروقه على شكل دائره كبيره، ولكن ليام لاحظ باللي ماشي العافيه هي السبب، حيت كاينين اغصان تما ما محروقينش. فجاه بدات كترجع ليام لقطه من الذاكره ديالو، وشاف جين كانت معاه في داك الموقع بالليل، وفي ديك اللحظه ضربهم البرق بجوج. سولها فين كانت واقفه بالضبط، وملي وراتو البلاصه لقى باللي في لحظات الحادثه كانوا واقفين بجوج متقابلين في الدائره. استنتج ليام باللي كاين واحد المحيط داير بيه، واي واحد كيدخل فيه كيموت في البلاصه الا جين. ليام عاود الجين هذا الاستنتاج كامل، واعترف ليها باللي هو السبب في موت كاع دوك الناس. جين تخلعات وتصدمات، وهو حاول يطمنها وقال لها باللي يمكن هاد اللعنه سالات وما بقى حد كيموت، ولكن هي ما تاقتش وهربات جهه الطريق الكبيره. ليام تبعها وهي بدات كتغوت حيت مخبي عليها هاد السر الخطير، وقالت ليه باللي كانت تقدر تموت في شي لحظه وهي حداه. وهما كيهضروا وقفت عليهم وحده بطوموبيله وسولاتهم واش محتاجين مساعده. جين كانت معصبه وبعدات عليهم، وفي ديك اللحظه السيده ورات ليام الباج ديالها، وطلعت هي ديك الشرطيه اللي كانت كتقلب عليه البارح، ولكن غير قربت منه بزاف طاحت ميته في البلاصه. جيني شافت هاد الشيء من بعيد وتزاد فيها الرعب. ليام جرى ورا جين وقال لها باللي هي الوحيده اللي ما كتموتش، ولكن دابا اولا هي يمشيو لبلاصه معزوله على الناس. دار تجربه على واحد المعزه، وقال جين تبعد عليه بشويه، وفعلا داكشي اللي توقع وقع. غير جين خرجات من ديك المنطقه اللي دايره باليام، ماتت المعزه في البلاصه. تما فهموا باللي جين هي الصميم ديال الامان، وخاصها تبقى ديما قريبه لليام باش الناس ما يموتوش. قرروا يمشيو للسبيطار باش يشوفوا واش كاين شي تفسير طبي. ليام دار راسو فقد الذاكره باش يديروا ليه سكانير لراسو. الدكتور قال ليه باللي كلشي طبيعي في الدماغ ديالو. وفي هذا الوقت وصلوا البوليس للسبيطار باش يشدوه حيت جاب لهم الله هو اللي قتل الشرطيه. ليام وجين هربوا جهه السنسور،
ليام دخل، ولكن جين وقفات ملي شافت واحد اللوحة فيها تصويرات ديال الناس مفقودين، وبانت ليها شي حاجة فكرتها في ماضيها. وبقات جين ساهية، وليام دخلت تنسور مع الناس آخرين، غير شافت الباب غادي يتسد أو عرفات بلي حياة دوك الناس في خطر حيت غتولي بعيدة عليه. وهي بدات كتجري وهبطات مع الدروج باش تبقى ديما قريبة للمحيط ديال ليام وتنقد دوك الناس. ومن حسن الحظ ديالهم هم قدروا يهربوا بجوج من السبيطار بلا ما يموت حتى شي حد. وبما انهم ما لقاو فين يمشيو باتوا ديك الليله غير في الطوموبيله. ليام فاش كان ناعس بدا كيشوف تصاور بزاف ديال جين في الاحلام ديالو اللي كترجع ليهم الذاكره بشويه بشويه. وفي نفس الوقت جين سمعت سميتها وسميت راجلها سام في الراديو، وقالت ليام بلي خاصهم ضروري يمشيو يشوفوا راجلها باش يعاونهم. ليام كان خايف يقتل الناس في طريقه، ولكن جين قنعته باللي هذه هي الطريقه الوحيده. وملي وصلوا سام غير شاف مرتو بان عليه باللي كان مخلوع عليها بزاف حيت كانت غبرات مده طويله، ولكن الصراحه ما عجبوش الحال ملي شافها مع راجل غريب في نفس الطوموبيله. وباش يثبتوا ليه هادشي اللي كيطرا داروا ليه تجربه قدام عينيه بالحمام. تما صام تصدم وفهم باللي القضيه خطيره بزاف على حياه الناس. داهم صام المحل ديالو باش يتخباو تما، ومشى باش يحيي الطوموبيله ديال ليام باش ما يخليو حتى اثار البوليس. ليام لقى تما واحد البوستر فيه تصويره واحده مفقوده كتشبه الجين، ولكن السميه كانت مختلفه. صام شرح ليها باللي جين عندها اختها التوأم غبرات هذه عام، وجين تقاتلات باش تلقاها ولكن ما لقاتهاش. وبدات الذاكره كترجع لجين بشويه، وتفكرات باللي نهار الحادثه كانت باغا تنتحر من فوق القنطره، وليام هو اللي بان في اخر لحظه ونقذ حياتها. وقالتها ليام واكدت ليه باللي ما كانوش كيعرفوا بعضياتهم قبل ما يفقدوا الذاكره. واحد شويه ليام شاف واحد الفلاشه معلقه في الحيط فيها التاريخ، وفي ديك اللحظه رجعت ليه الذاكره وتفكر باللي سايق طوموبيله ومع جين وغاديين لدارو اللي كاينه حدا واحد البحيره في الشمال. وهذا الشيء كامل كان قبل ما توقع عليهم ديك الحادثه الغريبه. جين بدات كتثيق فيه بزاف لدرجه نعسات وحطات راسها على رجليه. في ديك اللحظه دخل عليهم صام، وملي شاف مرتو في ديك الحاله مع راجل غريب تعصب بزاف. جين بدات كتدافع على ليام وقالت لراجلها باللي ما عقله على والو من جهته. هادشي خلى صام يتعصب كثر وقرر ينتقم منهم. وفي الصباح اليوم قال لجين يمشيو لدارو اللي في الشمال، وجين طلبت من صام يبقى هنا وما يتبعهمش. وصام مرضاش، عيط على البوليس وبلغ عليهم باش ينتقم، وقال لجين تهرب معاه قبل ما يوصلوا البوليس. وملي وصلوا البوليس شدوا صام هو الاول التحقيق، ومن بعد دخلوا للمحل وشدوا ليام وجين. صام كان حضرهم وقال لهم يشدوهم بجوج في مره واحده وما يفارقوهمش، ولكن البوليس ما داوهاش فيه وفارقوهم. غير خرج ليام من المحيط ديال جين، كاع البوليس والناس اللي دايرين بيهم ماتوا في البلاصه. صام خرج من الطوموبيله وتصدم في داك الشيء اللي شاف وعارف باللي دار غلطه كبيره. قال لي موجين غير يهربوا، وهنا غنحاول نشرح للبوليس هاد المصيبه. وهما في الطريق اليام بقى كيأنبوا ضميرو على الناس اللي ماتوا بسببه. جين كتحاول تصبرو، وقفوه في واحد السوبر ماركيت باش يشريو ما ياكلو، وشافوه في التلفازه تصاور ديال الاقمار الصناعيه كيبينوا باللي واحد البرق جاي من الفضاء هو اللي ضربهم وسبب لهم هاد اللعنه. وملي كملوا طريقهم للدار كانت تبعهم واحد الطوموبيله غريبه. وصلوا للدار اللي في الشمال. ليام مشى بوحدو وجيت البحيره باش يتفكر الماضي ديالو. وجين بقات في الدار ولقات واحد المذكره محروقه وسط الدفايه، جبدتها ونقاتها من الرماد، ولكن تصدمات لقات تصاور ديال الناس مفقودين ومن بينهم اختها التوأم. وفي ديك اللحظه رجعت الذاكره ليام وهو واحد البحيره والجين وهي في الدار، وعرفوا الحقيقه المره. ليام كان قاتل متسلسل، هو اللي قتل اخت جيني ورماها في ديك البحيره. ونهار الحادثه جين كانت معاه في الطوموبيله وكان باغي يحقنها بالمخدر وقتلها حتى هي، ولكن هي قاومته وتقلبات بهم الطوموبيله. وملي خرجوا منها ليام باغي يكمل خدمته ويقتلها، ولكن في ديك اللحظه نزل البرق وضربهم بجوج ومسح ليهم الذاكره ودار ليهم هاد اللعنه. جين خرجت عند ليام وهي هزه بندقيه اللي لقاتها في دارو وجاتها عليه وهي كتبكي حيت قتل اختها. خلاتو يركع على ركابيه وبغات تقتلو، ولكن قلبها ما طوعاش حيت ولات كتبغيه. وسولاتو فين هي اختها، وليام وهو حس بالذنب اشر ليها على البحيره. جين بدات كتغوت وطلبت منه يدخل الوسط ديال البحيره باش تقتلو تما، ولكن بقات غير كتيري في الماء وهي كتبكي. وهما راجعين لقاو راسهم محاصرين بالناس بغاو ينتقموا لوالديهم اللي ماتوا بسبب ليام. ليام هرب منهم باش يموتوا،
ولكن جيني غوتات عليه باش يوقف وهو ما سمعش ليها وزاد خطوة. تما جين خرجت من المحيط ديالو وماتوا جوج ديال الناس في البلاصة، وواحد من دوك الناس استغل الفرصة وتيرا على جين. ليام جرى عندها ولقاها كتموت، هزها وطار بها للسبيطار، وملي حطوها الممرضين فوق السرير وبعدوها على ليام وهو بقى كيشوف فيها بحزن وعارف باللي مستحيل يعيشوا مع بعضياتهم من بعد كاع هادشي اللي وقع. خدا القرار النهائي، جبد الفردي ديالو وتيرا في راسو ومات. ليام نقد جين ونقد كاع الناس اللي في السبيطار من الموت، حيت اللعنة كانت مرتبطة بيه هو. جين وهي واقفة في السرير سمعت الصوت القرطاسة وفهمت باللي ليام ضحى براسو باش ينهي هاد اللعنة للأبد، وبقات كتبكي عليه رغم كل شيء. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيلم. نتمنى يعجبكم والخاص ما تنساوش اللايك وتشتركوا في القناة وشي تعليق زوين. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا على المشاهدة.